ريمونتادا تاريخية، الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنطولوجية تاريخية تاريخية تاريخية. حلاوة كرة القدم في ماذا؟ في أن بذكر لك سؤال اختبر في كلمة تفضل. أقوى احتفالات بهدف لم يسجلوا فريقهم. الله. انا عايز لأنه فعلا السؤال ده. بالترشح. حلاوه كره القدم في فيديو شفته للجمهور اللي عامله الجمهور الايفواري على انه المغرب انقذهم، جايب مريض لابس تيشيرت كوت ديفوار وميت خالص بيموت، وجاله الدكتور اللي لابس تيشيرت المغرب وعمل له الاسعافات وانقذ حياته. كان فيديو ساخر جميل. إضافة عبد الكريم إلى محبة إضافية لنجمنا العربي حكيم زياش للمغرب في تسجيل الهدف وعودته من جديد، وكذلك في أفكار في تسمية شارع في كوت ديفوار من أجل هذا التأهل. هذا التأهل وهذا شيء يحسن. بالطبع هذا شيء يحسن. حكيم زياش يعني يستاهلون شوارع. نعم. اللي قدموا لنا اياه في كأس العالم هنا في دوحة الخير، نتمنى أن يستمر. صحيح. هناك حلاوة كرة القدم كذلك. نعم عبد الكريم، هي السيناريوهات الصعبة. من الصعب أن تتوقع سيناريو يأتيك في سيناريو مغاير ممتع جميل متغير متجدد. صحيح. لعالم المستديرة. هي عشق الجماهير والشعوب. طبعا دائما ما فرحة تكون ممتعة. استثنائية ما عمرك ما تراها، ولكن كوت ديفوار وجمهور كوت ديفوار ينجم يعيش حاجة اللي ما عاشها حتى واحد في التاريخ، وانه يقصى مرتين كرويا لازم. نعم. عكس الجمهور. نعم. نعود اللي احتفل بهدف. صبرت كثيرا. كلمة فقط. المنتخب المصري متعب جدا لأنه دائما في ردة الفعل وليس في الفعل. معناها ردة الفعل متاعه صحيح يقبل هو الأهداف، ثم تجي ردة الفعل. لما لا ننتظر من المنتخب المصري أن يكون كما قلت ميشيلي هو المبادر ويفرحنا، ما نقولش كل مرة بالعبارة التونسية بالغسرة. لا هو يتعمد، لا يبي يفرحنا أكثر. لا يجيب لنا الضغط يا لا الفرحة تصير أكبر. اللقطة اللي في بداية المباراة قبل انطلاق المباراة، الحماس اللي كان على وجه اللاعبين وهم نازلين الملعب وقبل بداية المباراة أنه ينعكس على مدربهم. يا أخي فيتوريا علامات استفهام. لا شخصيته لا تبعث بالحماس الى اللاعبين. عبد العزيز المنتخب المصري عودته قبل هذا اهميته قبل انطلاق الشوط الثاني. لا الهدف مهم جدا بالنسبه لهم. فرق لما تتقدم او تتعادل مثلا وتدخل الشوط الثاني وتروح غرفه الملابس وانت متعادل، فرق لما يكون الفريق خسران. نعم. لان بعد بدايه الشوط الثاني اذا الفريق خسران ممكن يشكل ضغط نفسي عليهم مع مرور الوقت. لكن بالطريقه هذه انا اتوقع ان المنتخب المصري ممكن يرجع بشرط. احنا شفنا فرصه في بدايه المباراه، الفرصه هذه اتوقع انا لو كانت سجلت كانت ممكن تغير كثير من مجريات المباراه، لكن المنتخب المصري قادر ان شاء الله عليه اول شيء يستغل كل الفرص في الشوط الثاني اللي موجوده. لان خلاص الحين لان شوط مفترق طرق، يا انه يرجع القاهره يا انه يكمل في البطوله. اولا اعتذروا للفريق الموريتاني وللشعب الموريتاني، لاني كنت وقت اللي لعبت موريتانيا والجزائر قلت نحب موريتانيا ولكن اتمنى انتصار الجزائر، وهذا كان على اساس معطى انه ربما الفريق الجزائري يمثل الفرق العربيه افضل باعتبار عنده النجوم واللاعبين. وانا رديت ذكرت ان هذه مواجهه عربيه ونحن منقسمين الى قسمين ما بينهم. اليوم موريتانيا تحمل امال كل تونسي، كل جزائري، كل شقيق ليبي. اليوم انا تو كنت نستمع الى مدرب موريتانيا قمه في التواضع. سمعتوا ماذا قال عبد الكريم؟ في الاخير قال مقابلتنا مع الراس الاخضر ماهيش قمه، مش كما المقابلات نتاع بالامس، احنا وكأن فرق صغيره. لا يا سيدي، اليوم موريتانيا فريق كبير واتمنى له ان يدخل التاريخ من بابه الثاني بعد ان دخله من باب الاول وتجاوز حاجز المجموعات. نعم. كل التوفيق بلا شك المنتخب الموريتاني عبد الكريم بدون شك. لكن احنا بكره امام مواجهتين. المنتخب الموريتاني حسب الذاكره اللي عندي ان المشاركه الثالثه له في كاس افريقيا. صحيح، ثالث مشاركه، حقق الفوز الاول. صحيح. المنتخب الفلسطيني ثالث مشاركه له في كاس اسيا، حقق الفوز الاول. نعم. بكره الاثنين بيلعبون
هذا في كاس اسيا دور ال 16 والثاني في كاس افريقيا دور ال 16. طبعا المباراه الاولى انا اتمنى منتخب يفوز فيها هو المنتخب القطري، لكن بامانه قلبي الثانيه لا قلبي لا منتخبنا غير، معليش العواطف غير تختلف. منتخبنا احنا نبي بكره ان شاء الله يتوفق ويفوز. الفلسطينيين والاخوان الفلسطينيين قضيتهم على راسنا من فوق، لكن هذه كرة قدم فيه تنافس في ارض الملعب. ومنافستنا مع المنتخب الفلسطيني ما راح تقلل من مكانة فلسطين في قلبنا وقدرها. ايضا المنتخب الموريتاني احنا نتمنى له كل التوفيق وان شاء الله يوصل لدور الثمانيه ويلعب مع المنتخب. كما ذكرت الفتحي هي مواجهه عربيه ما بين قطر وفلسطين، كل التوفيق لكلا المنتخبين. ما المطلوب من المنتخب الموريتاني غدا؟ نحن مع المنتخب الموريتاني امام الراس الاخضر، ما المطلوب من موريتانيا؟ المنتخب الموريتاني يحافظ على الروح اللي ادى بها. المنتخب الموريتاني من اكثر المنتخبات غير المحظوظه في البطوله دي. قبل البطوله بايام اصابه احد الاعمده الرئيسيه اللي هو عبد الله محمود في الشوط الاول، في اول 18 دقيقه من اول مباراه اصابه، في مباراته مع اصابه مهمه جدا، وفي الشوط الثاني اصابه ثانيه، 3 لعيبه استبعدوا من اول مباراه. حتى في مباراته مع بوركينا فاسو ضربه الجزاء في الوقت الضائع. منتخب كان غير محظوظ. مباراته مع انجولا كان الطرف الافضل في معظم اوقات المباراه، وبالرغم من ذلك لما خسر المباراه الحظ ابتسم له لانه يستحق هذا الحظ في مباراه الجزائر. اتمنى ان يؤمن اللاعبين بحظوظهم وبقدراتهم، واعتقد ان شاء الله انه منتخب الراس الاخضر صحيح تصدر في مجموعه بتضم مصر وغانا، ولكن لا ننسى ان لا مصر قدمت المستوى المطلوب ولا غانا قدمت المستوى المطلوب. وان شاء الله يكون منتخب الراس الاخضر يكون عباره عن فقاعه ويفجرها او يتفوق كنسبه. صابر عبد الكريم فتحي في هذه المواجهه كنسبه لمن سيتاهل وفق معطياتكم؟ والله وفق المعطيات قوه المنتخب الموريتاني انه معناها بعض اللاعبين اصابات، قوه المنتخب انه فريق وروح. والروح هذه اللي افتقدناها. طيب عشان الوقت في 60-40 الموريتانيا لموريتانيا بالطبع. عبد العزيز اتفق مع فتحي 60-40 50-50 وركلات ترجيح وتذهب الى موريتانيا. الله هذا السيناريو الحلم ممتاز. هذا السيناريو اللي اتمناه، انما لا اتوقعه 55 للراس الاخضر. 55 حق في بالي صابر عنده دار في الراس الاخضر. في الراس الاخضر. هو التوقعات هذه التوقعات، لكن هي مواجهه لاستمرار كتابه التاريخ للمنتخب الموريتاني بدون شك. وهذا اللي نتمناه ان يستمر على نفس العطاء ان شاء الله، حتى هو هذه المرة من يفجر المفاجأة على مفاجأة البطولة ويطفي لنا مفاجأة الرأس الأخضر إن شاء الله. جابرييل بيريز الهدف الثاني لصالح الاتلتيكو مدريد.